إنها السيارة التجارية 404 أو الكاتسون كاتباشي، تتوسط السيارات الفارهة بوكالة لبيع السيارات بالعلمة بولاية سطيف. المركبة متميزة واستقطبت الأنظار لأنها لا زالت جديدة وكأنها خرجت منذ أيام فقط من المصنع. هذه سيارة بيجو كاتسون كات سيري 83 ماشية 28,000. كانت مخبية سيركل ما تستعملش، مخبية مدة حوالي 30 سنة والله. هي الوحيدة من نوعها في الجزائر وسعرها فاق كل التوقعات، وهي تنافس السيارات الفخمة. السعر تاعها عطانا فيها 180، بس احنا رانا طالبين فيها 250، بس احنا رانا بين وبين، يا نبيعوها يا ما نبيعوها. هناك من يأتي للاطلاع عليها وآخرون يحلمون باكتسابها. الزبائن راهم يجيونا من كل جهة، راهم يجيو يصوروا معاها من كل جهة، من 48 ولاية. أنا زبون يعني عند صاحب المحل هذا، وجيت نشوف هذا التحفة الله يبارك، هذا كاتسون باشي اللي راكم نشوف فيها، يعني سيارة ما شاء الله ونظيفة، على خاطر السيارة هذه يعني حرة من السيارات الحرين، وعندها شعبية كبيرة عندنا احنا هنايا، وإن شاء الله تكون جينا بها نشوفوها، ممكن تكون من نصيبنا، وإن شاء الله يكون لنا مكتوب وتكون من نصيبنا ونديوها احنا السيارة هذه. من شاهدها في هذا المكان قال يا للعجب، ومن قال بأنها سيارة الفقراء فقد كذب. رانا طالبين فيها 250، بس احنا رانا بين وبين، يا نبيعوها يا ما نبيعوها. هناك من يأتي للاطلاع عليها وآخرون يحلمون باكتسابها. الزبائن راهم يجيونا من كل جهة، راهم يجيو يصوروا معاها من حوالي 30 سنة والله. هي الوحيدة من نوعها في الجزائر وسعرها فاق كل التوقعات، وهي تنافس السيارات الفخمة. السعر تاعها عطانا فيها 180، بس احنا كل جهة من 48 ولاية. أنا زبون يعني عند صاحب المحل هذا، وجيت نشوف هذا التحفة الله يبارك، هذا كاتسون باشي اللي راكم نشوف فيها، يعني سيارة ما شاء الله ونظيفة، على خاطر السيارة هذه يعني حرة من السيارات. إنها السيارة التجارية 404 أو الكاتسون كاتباشي، تتوسط السيارات الفارهة بوكالة لبيع السيارات بالعلمة بولاية سطيف. المركبة متميزة واستقطبت الأنظار لأنها لا زالت جديدة وكأنها خرجت منذ أيام فقط من المصنع. هذه سيارة بيجو كاتسون كات سيري 83 ماشية 28,000. كانت مخبية سيركل ما تستعملش، مخبية مدة